ما أشبه اليوم بالأمس. هل ترى كيف تحاول بعض المنظمات فبركة الحقائق وقلب الحق باطلا، وكذلك إثارة الضوضاء والفتن من أجل الضجيج من أجل المصالح المتضادة للبعض دون الآخر. وهذه كما تحدث اليوم فقد حدثت في السابق، حدثت في غزوة أحد عندما أثيرت شائعة موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في حادثة الإفك، وأيضا حدثت في زمن الصحابة من بعده صلى الله عليه وسلم، حدثت في زمن أهل النهروان صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، كبار الصحابة رضي الله عنهم والقراء والذين يعلمون الناس القرآن الكريم. فقد ذكرهم الله سبحانه وتعالى والمرجفون في المدينة. هذا هو الإرجاف هو تزييف الحقائق من أجل مصالح شخصية. إذا ماذا نفعل نحن؟ علينا أن نرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. أيضا يقول الإمام أبو مسلم رحمه الله: سياسة الله في القرآن كافية، وما يزيد على القرآن نقصان، ارجع إلى الله وانظر في سياسته فأنت من مشرب القرآن ريان.